هنا عاش صاحب أكبر علم بالمقامات الصوتية. وهنا عاش صاحب الحنجرة الذهبية التي حفرت قراءاته وتواشيحه في آذان الشعب المصري والعربي. هنا عاش الشيخ طه الفشني، واتولد الشيخ طه الفشني سنة 1900 بمركز الفشن في محافظة بني سويف. ووالد الشيخ طه كان من كبار أعيان تجار مركز الفشن، فشاف ميزة في صوته فقال إن هو لازم يلحقه بالكتاب، وفعلا ألحقه بالكتاب بتاع القرية لحد ما أتم حفظ القرآن الكريم وهو عنده 10 سنوات. وسنة 1919 الشيخ طه الفشني حصل على شهادة كفاءة المعلمين، وبعدها انتقل للقاهرة، وفي القاهرة تتلمذ على إيد الشيخ علي محمود، وصيته بقى مسمع في كل مكان كقارئ ومنشد لأنه كان على علم كبير بالمقامات، غير أنه التحق بالإذاعة المصرية سنة 1937 وكان المنشد المفضل للملك فاروق، لدرجة أنه أصبح القارئ المفضل لمسجد السيدة سكينة سنة 1940. ويشاء القدر أنه يكون رئيس لرابطة قراء القرآن الكريم سنة 1962. ومن أشهر التواشيح اللي اتعرف بيها الشيخ طه الفشني حب الحسين ويا أيها المختار وميلاد طه. ده اللي كتير مننا يعرفوا عن الشيخ طه الفشني. أما اللي كتير ما يعرفوش عن الشيخ طه الفشني إن في بداية حياته كان مطرب، لدرجة إنه أحيا حفل زفاف الملك فاروق على الملكة فريدة، وأحيا الحفل الشيخ طه الفشني والست أم كلثوم والموسيقار العظيم محمد عبد الوهاب. ولكن الوازع الديني اللي كان فيه الشيخ طه الفشني خلاه يتجه إلى الابتهال وقراءة القرآن الكريم. وسنة 1971 توفي الشيخ طه الفشني نتيجة لخطأ طبي، ولكن ساب لنا ثروة عظيمة جدا إذاعية ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا. ودي كانت قصة الشيخ طه الفشني قارئ الملك فاروق.